بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم جبت لكم وصفة من الغرب الجزائري، وصفة الحريرة على طريقتي بمقادير اقتصادية 100%. والبنة بنينة 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 تقولي عسل، والقوام ما يجي خفيف ما يجي خاثر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طمنوني في لي كومونتير. نتمنى من الناس اللي اول مرة تشوف قناتي تشترك في القناة وتفعل الجرس هكا يوصلها كل جديد، واللايك باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. نفوتوا المقادير وكيفية التحضير. انا هنايا خديت الكركاسة برك تاع الدجاج كانت عندي، وهنا ديت الشحمة تاني تاع الغنمي كانت عندي. تقدروا ثاني تدوموندوها من عند الجزار ولا كي تشرو تحتفظوا بهم. التوابل انا خدمت غير شويه، كركم، تابل تاع الحريره، الحرور، الكرويه والكبابه، واستخدمت ثاني شويه قرفه. هنايا البوكي مشكل بين الكرافز والقزبر، تعرفوا الحريره تموت على القزبر. وديت زوج حبات متوسطين تاع بصل وحبه صغيره تاع بطاطا اختياريه، تنجموا ما ديروهاش. انا غادي والله ما نديرها غير اليوم زدتها. درت 5 حبات نتاع الزروديه وحبه طوماطيش باسكو ديجا الطوماطيش تاعي حامضه، ما بغيتش نريسكي. اول حاجه نجيب كوكوطه تاعي ندير فيها الدجاج ونخليه يتقلى. انا نبغي في الاول ندير الدجاج ولا اللحم يتقلى لي فيها، يطلق كامل البنه تاعو والزيت هذاك يتنسم بالدجاج ولا بالهذاك الكركسه اللي درتها بلوتو. هنا راني جايه نقطع في الخضره تاعي كما راكم تشوفوا. يعني مانيش نصغرهم ولا نسي نديرهم موين باش هكا ما يدوليش وقت بزاف في الطياب. هنايا خطره نحرك هذاك الكركاسه هذوك باش ما يسقوليش وما يشيطوليش في الكوكوط. راني درتهم على نار متوسطه. هنا تاني كاني جبت البصل تاعي نقسمو كما راكم تشوفوا فيه، نقطعهم مربعات. الملح والتوابل نخلي حتى يتنسم شويه داك الزيت. هنايا انا الطوماطيش كي نبغي نخدمها نحي لهذيك الزريعه كما راكم تعرفوا. الزريعه هذيك دي فوا تخلي لي المروريه بون ايفيتي كامل هذاك الشيء، نحيها ونخدم خدمه نقيه كما يقولوا. هنا بغيتو ديروا السمن زيروه، بصح انا باش نيفيتي السمن هذاك زدت هذيك الشحمه باش تزيد لي البنه. حاجه جيت ندي هنايا طوماطيش تاع البواطه، درت مغرف ونص نخليها تتقلى لي مع الدجاج. هذه الخطوه مهمه جدا سواء في الحريره سواء في اي طبق راح توجديه. الطوماطيش خليها تتقلى، هي كل ما تقلات كل ما طلقت هذيك القروصيه تاعها وتعدل المذاق تاعها. ونطيقوا تاني نزيدوا لها مغرف تاع سكر ولا مغرف تاع عسل كيما بغيتوا. سيو هذا هذه الطريقه وردوا لي بالخبر. هنا راني جبت هذاك البوكي تاع الحشاوش باش هكا يبدا يطلق لي البنه تاعو. نزيد لي زيبيس كيما ذكرتهم في السابق. تقدروا نتوما تزيدوا لي زيبيس اللي بغيتوهم. انا هذا اللي بغيت، هذا اللي كان عندي. وجبت الخضره تاعي نديرها. وخطوه الاولى ثاني في النجاح سواء الحريره من اي طبق، لي زيبيس كي تحطوهم ما تحطوهمش ديريكتومون في القاع تاع الكوكوطه، سيرتو الا كانت سخونه، على خاطر لا تحرقوا لك لي زيبيس محال لا تجيك البنه. هنا ثاني زدت حفنه تاع الحمص وخليتهم يتقلاو. الملح يا اختي انا ما نقول لك ديري مغرف، ما نقول لك ديري زوج. المثل تاع بكري يقول لك المسوسي الدواء والمرغان والو. بون هنا خليتها تتقلى مليح وخليها من سر نجاح الحريره انها تتقلى غايه. بعد ما تقليت مرقتها بالماء سخون. كما عارفين باللي كي تمرقي بالسخون تجيبنين. غطيتها وراح نخليها 20 دقيقه فوق النار. هنايا جبت حريره المرمز، انا هذه هي اللي نستخدمها باسكو تساعدني ما تجيش
كيف نقولوا ما نتبحنش معاها في الغسيل، تجي نقيه وبنينه بزاف. انا ندي هنايا عبر تاع هذيك درت بريسك هذيك لالوش معمره، نروح نغسلها مليح. وانا لاستيس قبل ما كي نخلي هذيك الطيب الحريره تاعي طيب، نجيب بول ونديرها، نجيب الحريره تاعي ونغسلها مليح مليح، ومن بعد نحط لها ماء سخون ما يكون يغلي، ونخليها وندير لها شويه ملح وشويه تاع قزبر، ونخليها بجهه تنفخ هكا باش نربح الوقت وما تديليش بزاف الوقت في الطياب. هنايا نجيب الدرسه تاعي، جبت هنايا حبيبات تاع الثوم كما راكم تشوفوا نقطعهم، وراني جبت هنايا ربطه القزبر تاعي فريشكا. نهار ثاني من فيديوهاتي ان شاء الله راح ندير لكم كيفيه الاحتفاظ بالقزبر في الكونجيلاتور بلا ما يتبدل اللون تاعو ولا المذاق، وكيفيه الاحتفاظ به ثانيك في الفريجيدير لمده 15 يوم الى 20 يوم بلا ما يخسر لكم. هنايا جبت شويه تاع القزبر كما راكم تشوفوا، راني نقطع فيه في الطاس كما راكم تلاحظوا. ما تنساوش انكم تستغفروا وتصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اختي الحاله اليوم هاد الايام ما هي غير المونديال. بون هنايا جبت الكبابه، وجبت هنايا مغرف تاع فارينه، جبت مغرف كبيره تاع فارينه. هنا جبت شويه تاع جامبو اللي منسم يعني باش ما نديرش لي زيبيس اخرين، وكاس تاع ما، ونجيب ونضربهم بالخلاط. انا هذيك ليتاب راحت لي هاي ليك بعد ما جبت الحريره تاعي ورحيتها. راح لي التصوير ولا صورتها وراحت معليش ما تكتبتش هنا. بعد ما رحيتها نجيب الحريره تاعي كما شفتوها تنفخت وزاد الفوليوم تاعها، نديرها هنايا ونخليها تغلي على نار قويه هكا. هذه لاستيس واحده اخرى، كي تخلوا الحريره ولا الشربه تاعكم تغلي ديروها على نار قويه باش تجيكم مليحه. حاجه نوه ليها انه ثاني راح لي في التصوير كي درت هذيك الدرسه، نتوما كي ديروها في الحريره فرغوها وميم طون تخلطوا باش ما دير لكمش الكتل هذيك الفارينه. المهم وصلنا لافين تاع لا فيديو، ان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق اذا عجبتكم. الى ذلكم الحين نتمنى نتلاقاو على خير بخير وعلى خير. سلام، شهيدكم في الجنه حباباتي، ان شاء الله تعجبكم الوصفه.